السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة حطيت اهي الفريك بتسلقه. وحط له لايك واشتراك وفعلوا له الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلقت اهو الفريك وبتحمر اهو، قطعت البصلتين وبتحمرهم اهو، وحطت معلقة دهنة. الدهن اللي انا قلت لكم دوت احنا عاملينه عندنا مسيحينه، وشويه زيت اهو، وهتقلب البصلايه وهتتحمر. بسم الله ما شاء الله، والله نفسها حلو، بيستاهل بقكم انتوا لو جنبي والله العظيم كل واحد اكله، يعني انتوا اخواتي وحبايبي. حطوا لي لايك واشتراك. طبعا اهو احنا دلوقتي بنقلب البصلايه اهي. حطيت فيها معلقه صلصه، وبعدين شويه طماطم ضربتهم في الخلاط، وهتتسبك. وهنحط باذن الله هنحط البتاع دوت، هنحط بسله على شويه جزر وبطاطس مكعبات. دلوقتي بصي شويه ملح على شويه فلفل. ده الفريك الصعيدي. الفريك الصعيدي، الصعيدي الاصيل. دي فراخ اللي احنا كنا قلت لكم اللي انا مربياها. انا كنت مربيه شويه كتار فراخ بلدي على فراخ بيضة. على فراخ بيضة، كنت مربيهم في البلكونة. دلوقتي هي بتعملهم، هي بتشوحهم كانت بالزيت وعملتهم. دلوقتي حطت زيت وشوية شعرية عشان تتحمر، عشان هنعمل شوية الرز. دلوقتي هي اتحمرت اهي، وغسلت الرز اهي، وتحطهم هتقلبهم شوية. وعلى فكرة حطيت حبة سكر شوية صغننة يعني، وحبة سكر ندعة عشان الأكل يبقى مسكر. الرز طبعا الرز العادي دوت بيبقى ماسخ الصراحة. هي قالت اقتراح بقى، بنزود بقى هي اقتراحات من عندها. حط سن السكر صغيرة. دلوقتي والله العظيم الرز يستاهل بقكم. وحطت الحقيقة اهو، الملح اهو، وهتقلبه اهو، والحمد لله. وصلوا على النبي يا جماعة كده، واعملوا لي لايك واشتراك وفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبتدوق اهو الرز الحقيقة، بتقول لكم كده حطوا لي لايك، حطوا لي لايك، حطوا لي لايك واشتراك. النبي يا جماعة كده البتاع ديت القناة زي السحلفة، بتمشي بالبطيئة. دلوقتي اهي قلبت الرز وهتوطي عليه اهو، شرب المية بتاعها. يا جماعة القناة زي السحلفة، راعوني واسندوني عشان انا تعبانة وعايزة رزق بالحلال. طبعا دلوقتي اهي شوية حطيت البازلة بسلة على شوية جزر اهي. بتقول لكم البطاطس اهي عملناها كبيرة عشان ما تتهريش. المهم وهتقلبها شوية اهي، وحطيت لها شوية مية، وهتحط لها مكعب اهي ماجي. معلش طرطش في السيراميكا، مسحتها والله على طول اهي. ترتشي ده بنت نظيفة يعني في المطبخ، بسم الله ما شاء الله عليه. عايزة اعمل لكم جولة في المطبخ، اوريكم المطبخ بتاعي بإذن الله. المهم ما علينا يا جماعة ما علينا. اعملوا لي اشتراك في القناة وفعلوا الجرس، ولايكات اكتر حاجة عشان ولايكات لايكات 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 يا حبايب قلبي، عشان القناة تتشاف، عشان دي رزقي ديت بصوا يا جماعة اهي. بتشوفوا البطاطس لسه بتقول لكم لسه نية السنة. المهم يا جماعة عشان القناة تشاف، عشان القناة عاملة زي السحلفة، بتمشي تتمخطر بالراحة. المهم ما علينا يا جماعة. الحمد لله والله العظيم وحشني اليومين اللي انا كنت بعيدة عنكم بالتسجيل، والله بتبحشوني، يعني اتعلقت بيكم والله. الحمد لله يا رب العالمين، ربنا يحبب فينا خلقه، وكلنا كده نبقى كده في ايد واحدة كده مترابطين. شوية ملح، شوية ورق لوري 2، شوية فلفل، وكبسة الفراخ البلدية حطيتها في كيس حراري، وهتحطها في المية اهي، بتقلبها اهي وهتحطها. المية زادت شوية. بنت اقول لها وسع بيتك واتكل على الله، لا بتقعد تزعلي. بتعمل الحلة صغيرة، او لا وسعيها عشان تبقى الحاجة واخدة براحة كده، واخدة تنفس. تقول لك لا انا طب احنا هنعمل بالشوربة،
يبقى ايه، نحط الحله صغيره. طبعا ما علينا ما علينا، بس والله حلوة. انا سايباها براحتها دلوقتي اهي. عشان عيانة. هتقطع عارفين لو مش عيانة والله العظيم كانت قعدت تزعقلي. دلوقتي قطعت البامية. الباميه. الباميه ب40 جنيه. عندكم يا جماعه بكام يعني؟ في الدول اللي عندكم قولوا لي يعني، اكتبوا لي كده وقولوا لي بكام الباميه. وحطيت قرن شطه بس مش احمر بس مش حراق. حراق. وكم قرن بتاع ده توم. كم فص فص توم. يا جماعه، اتلخبطت والله معلش. كم فص توم اهو، قلبته اهي. وهتدي غلوه، وبعد كده ايه، هتحط لها نص واحده ماجي. التقطيعة دي يعني الله يرحم خالتي كانت بتقعد تقطعها. ويا الله جماعه يرحمها. التقطيعه دي بتاعت اختي الله يرحمها، كانت بتقطعها خفيفه كده. الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها. ادعوا بقى لأهل غزة بقى، بص يا ربنا جماعه يا رب اهي، يسهل يا رب للكل. شويه دهن وشويه زيت خفيفه اهي، مكترناش عشان انا تعبانه. المهم يعني يا جماعه، ادوها لاهل غزه اللي يا رب بتيسير الحال ويقف معاهم يا رب. حمرت التومه اهي وحطشها في الباميه. وتعالوا اتغدوا معانا يعني، لو في الوقت ده مش عارفه بقى غدا ولا عشاء بقى، عشان الفيديو ده بقاله كام يوم مسجلينه. لا عاملة الأكل الصراحة يعني وهو سجلت النهاردة. بقاله كذا يوم. انا قلت لها لما اخف يا بابا اتكلم، عشان انا لما بيكون تعبانه ما بقدرش اتكلم. عشان ايه؟ مش بقدر اتكلم عشان لما بيكون قلبي ايه عندي، بيبقى فيه مجهود كده، القلب كده بيضعف، العضله بتاعت القلب. بريح كده يومين كده، والحمد لله رب العالمين. والله ما بقوم بالسرير، انا على الأذخنة باخد، على اول الشارع الأذخنة باخد الابره بتاعتي. دلوقتي حطت بتقول لكم حطوا له لايك، حطوا له لايك، حطوا له لايك. يعني كده. حطت حته زبده. وهحط الزبدة التانية من وهتحط الصناعي التاني دي، من زبدة فرن والتانية زبدة اسمها قلوب، حاجة اسمها كده، حبة القلوب بس مش قوي يعني، بس انا بحطها وخلاص. ادي هي الشوربة هي اللي اتفضلت والله من سليق الفرختين الصغننين البلدي، يعني مش كتير قوي يعني. هنا بقى ايديا كانت مولعة نار لان الكيس الحراري محتفظ بالحرارة بتاعة الفراخ واسمه ده ونار سخنين. وهي سخنين ايه، خالص. كانت يعني جوزها جه وعايزه تعمله يعني ياكل. عشان ايه؟ عشان هينام. الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. ده انا عماله كنت اشيلها واعمل من هنا ومن هنا مش عارفه اعملها. والحمد لله عشان منها سخنه. وقعت كانت مني. هتقع يا جماعه. طلعت البتاعه دي من الورك معلش هي بتبقى مرهقه مني، ما بعرفش اصلا. انا ما بقفلهاش الفراخ البلدي دي، بحطها في كيس الحراري احسن حاجه. عشان ايه؟ بشيل العضو بتاعها من تحت، حواليه كده بفحرها، بنضفها كلها، حتى في دهنيه كده من عند الصدر لتحت بشيلها. انا ما بحبش القرف ده، بتخاف وبتقرف منه، بعرف منهم الكلام ده. واشيل الزلال واشيل كل الكلام ده. انا مراكم في فيديو اللي انا شايله الكلام ده، ما بحبوش. بنضفها والله العظيم، بشيل الحاجه اللي فيها زي هتوريها لكم عليهم كده في فيديو لوحده، في فيديو كده تنظيف الفراخ. وهتعمل لكم روتين المواعين اللي مش بتخلص، يا رب تموت المواعين. الحمد لله. هتكبه الاكل كده وهتقدمه، والحمد لله يا رب العالمين. صلوا على النبي يا جماعه كده. اشتركوا بقى في القناه، واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. عشان ايه؟ افضل مستمره معاكم. عشان معلش جابت لي احباط لما ماشيه ساي السحلفه. ماشي، مع سلامة الله يا جماعة. وعلى خير بإذن الله. على خير يا رب. ربنا ينصرنا جميعا. مع سلامة الله. سلام.